النهارده نبدأ فضفضة جديدة مع فضفضة قلب مع رنوش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا خريجة بكالوريوس تجارة وعندي 23 سنة، وما كنتش بعترف بموضوع الارتباط قبل دخول البيوت ده، وإني مش حابة إني أضيع مشاعري في مكان مش ضامناه. أنت صح، أنت دلوقتي أنت لو فعلا ارتبطتي الله أعلم البني آدم ده هيكمل معاكي ولا تسالي بيلعب بيتدلع عايز يجرب سن مراهقة. المهم في واحد زميلي في الشغل هو محاسب اتقدم لي يعني، وانا بصراحه رهبه الموضوع رفضته. بس ليه؟ يعني انت المفروض زميلك كنت تبقى عارفاه، ومحاسب يعني كمان يعني سن الشباب بتاعه مش مراهقه. بعد كده لقيته بيحاسبني في الشغل على التاخير، ومعاملته بقت سلبيه فوق الوصف وبيتنمر عليا. طب هو ده كده مش حب؟ اللي بيحب بيفضل ورا حبيبته لغايه ما يثبت لها اللي هو فعلا بني ادم بيحبها وبيحافظ عليها. فالمهم بعد فتره لقيته بيتكلم كويس وطريقته كويسه، ده كده عنده انفصام في الشخصيه، هو مش عارف يحدد هو عايز ايه منك بالظبط. المهم قلت اديله فرصه وخلاص يمكن يطلع ابن حلال. طب انت ليه ده محاسب ووظيفته حلوه ومكانته كويسه، ليه هتموتي من الحزن على نفسك؟ ما تديله فرصه. دخل البيت وكلم ماما، انا والدي متوفي وعندي اختين، واتعرف على اخواتي وانه هيكون اخوهم، والدنيا وردي، واتخطبنا وتعرفنا وانا حبيته بحكم الوقت واتعلقت بيه بشكل كبير. وصلت لمرحله اني بتكلم معاه بيني وبين نفسي. يعني انت اتجننتي بقى، انت كده اتجننتي بيه معنى اصح، جالك هوس بيه اللي انت مش موجود معاكي وبتتكلمي اكنك بتتكلمي معاه. يبقى بني ادم ممكن شدك باخلاقه كلامه معاكي، شدك ليه. المرحله اللي بتكلم معاه مع بيني وبين نفسي وهو مش موجود. المهم حددنا ميعاد كتب الكتاب. معقول ما جاش كتب الكتاب ازاي؟ يعني هو سابك حد كتب الكتاب مع مامتك واخواتك وما جاش كتب الكتاب؟ خفت عليه يكون جراله حاجه او في مشكله. ممكن يكون فعلا زي ما انت قلتي، سبت الناس وغيرت الفستان ونزلت دورت عليه في المستشفيات في الاقسام وسالت اصحابه. عدى اسبوع على ده الحال، ولا حس ولا خبر. ده كده انا قلت لك في الاول خالص، ده بني ادم عنده انفصال في الشخصيه. كده ده بني ادم مش طبيعي يعلقك بيه، ودخل ويحاول يتقدم لك مره واتنين واترفض. بعد كده لقيت فتح تليفونه وجي بيتي، خرجت وانا عاجزه اتكلم او ابص له. هو ليه عيني يجيلك اصلا؟ ازاي؟ ده بني ادم مجنون. ازاي يعني سابك في يوم فرحك قدام المعازيم واهلك وناسك وجايلك دلوقتي؟ كان وحشني وخرجت اطمن عليه، لقيت جايب خاتم وجايب فستان وبوكيه ورد ومتشيك. ضحكت وانا جوايا مش مسامحه برضه، بس الحاجات دي مش ليا، انا اتسرعت. امال هيكون جاي بالحاجات دي لمين؟ اوعى يكون اللي في دماغي في موضوعنا وانه معجب باختي. ازاي يعني ازاي هو خان البيت اللي هو دخله؟ المهم هو ازاي يعني خان البيت اللي انت فيه الست اللي قاعده في البيت؟ هو ازاي بفكر في كده؟ وحابب شكلها اكتر. الفكره اني ما استغربتش غير لما لقيتها كان بينهم اعجاب وحب طول الفتره دي كمان اختي خانتك. فين الاخوه في كده؟ انت ازاي تجرحي اختك الجرح اللي انت جرحتوه لها ده؟ انت المفروض اختها اللي تبقي واقفه في ظهرها. ده وكمان مكالمات وشات وصور. قلت له امال انت اتقدمت لي ليه؟ ما دام انت عايز من الاول، عايز اختي. اترفضت مني مره وبرده صممت عشان توصل للي انت فيه دوت. يعني هو ما احترمش اللي مامتك قاعده على كرسي ودخل خان البيت اللي هو وكل له العيش وملح فيه ومش عارفه تتصرف. المهم قلت لها ربنا يوفقك، بس ما قدرتش اكمل في البيت معاهم. مشيت وانا مش عارفه اروح فين. طبعا انت حقك، هتكملي ازاي وهتبصي في وش اختك ازاي وهي جرحك الجرح ده كله والوجع ده كله؟ هي طبعا الغلط الاكبر مش عليه، هو على اختك. انا كان جوايا حزن العالم كله مش هيكفيه. فعلا حقك،
الحزن اللي انت فيه دوت، انا مش عارفه ازاي هتنفع تمشي لوحدك في الطريق ده. رحت لخالتي، رحت عند خالتي اعيش معاها لاني مش عارفه اعيش معاهم، وكل يوم بروح عند ماما لحد بالليل، وبعدين امشي البيت في نفس الشارع. البيت بتاع مامتي وخالتها في نفس الشارع. كانت تروح تقعد مع مامتها عشان مامتها قاعده، تقعد معاها تطمن عليها وتعمل لها حاجتها وتمشي. ابن خالتي الكبير كان من زمان وهو بيتقدم لي يعني وكده، بس هو حد متدين جدا، اللي هو بيحبني قوي، بس مش هيبيني. ده بقالي عندهم شهر ودلوقتي بس هو في شقة لوحده يعني، وكلم مامته عليا، وهي قالت لي بس انا مطمنة جدا. مطمنة جدا ليه؟ بس خايفة اكون اتسرعت، مع العلم اني اختي دي قطعت الكلام معايا وعملت لي بلوك. كمان اختك هي اللي كمان اللي قطعت الكلام معاك وعملت بلوك. يا بنتي انت جبل، شايله حزن ما فيش حد يشيله. امال وانا والله لو الدنيا خربت استحاله افكر في كسر القلوب، مش بالساهل. اعمل ايه دلوقتي؟ انا مش عارفه اقولك تعملي ايه. انت الخبطه جاتلك من اتنين، مره من البني ادم اللي انت اخترتيه وحبيتيه، والمره التانيه الاكبر بقى من البني ادم. قولي البني ادم ده راح لحاله ممكن ما اشوفوش تاني. الاكبر اللي اختك المفروض هي اللي تقف في ظهرك وفي سندك. شوفوا لنا حل للمشكله دي، ويا رب تكون عجبتكم، ومستنيه ارائكم في فضفضه قلبي مع رنوش. مع السلامه.